ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الله، بنفسك؟ ايه ده حبيبه قلب خاله بنفسها جايبه الشاي، دي هتبقى احلى كوبايه شاي في الدنيا. ما تضحكش عليا يا خالو، فين الشوكولاته بتاعتي؟ وما فيش حاجه بتعمليها ببلاش ابدا كده. هردة. ها يا ستي، اها اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ دي ايه اللي جابها هنا يا شاكر؟ دي ضاعت مني امبارح وانا أنا مش فاهم حاجة. انت بتراقبني؟ اهدى اهدى يا يحيى، انا هفهمك على كل حاجه من غير زعل. خد مفاتيحك. انا خايف عليك وعايز اطمن عليك، وكل ما بسالك انت رايح فين ولا بتعمل ايه بتخبي عليا، وفي الاخر بلاقيك في خطر. كان لازم اعمل كده، وفي الاخر اللي حسبته لقيته. انت شايفني عيل صغير بقى. مش مساله عيل صغير مساء يا اخي، الخير. قدر. معلش بقى جايه من غير ميعاد، اصل انا حاولت اوصل لحضرتك بس ما عرفتش. حبيبه قلب خاله، تاكل الشوكولاته بتاعتها جوه عشان الدنيا هنا برد. اوكي. خير يا فندم. كنت عايزه اعرف ايه المعلومات المهمه اللي عندك واللي هددت بيها بابا في قضيه غسيل الاموال، في مقابل اني ما اغيرش شهادتي على استاذ يحيى. الله، ده انا فايتني حاجات كتير بقى. انا مش محتاج حد يدافع عني. والله لو حضرتك عندك امانه وضمير هتقولي الصراحه. عموما نتقابل بكره في النيابه. بعد اذنكم. ها، قلت ايه؟ انا ماليش كلام مع حضرتك. اكيد حضرتك ما تعرفش حاجه. شرفت يا فندم. زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك في كل مكان عشان تتنازل عن المحضر. ماله؟ ما تنزل لهم عن القرنية كمان. اه صحيح، ما قلتليش ناوي تعمل ايه بال 2 مليون جنيه؟ 2 مليون جنيه بتوعي. انت ما تعرفش ان اختك لقوا في حسابها 2 مليون جنيه؟ محدش قال لك ولا إيه؟ لا ما حدش قال لي. ده امتى وازاي؟ تعالى هنا، مش وقت عفرطه. لما نزف سياده المستشار الاول نتعفرط براحتك، وكده كده الفلوس لسه محجوزه عليها. بقول لك يا حاج سمير، عايز اسالك على حاجه والنبي. اسأل. مين الراجل ده؟ يعني انا شغال هنا بقالي 3 ايام، الصبح يجي لي بيه وبالليل بيبقى شبه موظفين السكه الحديد. مين ده؟ الحاج حسين صاحب المحل. حاج حسين، ايه يا سمير؟ مفيش حاجة يا حاج، الإيراد معايا بقاله 3 أسابيع ومش عارف أتلايم عليك. ومستعجل على ايه؟ كنت حاسبني اخر الشهر. طب عايزين بضاعة من المخزن القديم. صليت بينا على النبي يا عم سمير. على الصلاة والسلام. المفتاح عندك في الدرج، خد البضاعه اللي انت عايزها المخزن، بس ما تاخرنيش بقى، اخرتني على العيال. تؤمن بيه يا حاج؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرت الفطار. أنا مش قلت لك لسانك ما يجيش على لساني؟ اللي قدامي دي أنا واحدة ما أعرفهاش. أمنية اللي أنا أعرفها من أيام الجامعة عمرها ما خبت عليا سر. أنت ما بقيتيش بس تخبي، أنت بتكدبي وتبجحي كمان. يا حازم، ما أنت مش مديني فرصة إن أنا أتكلم. مفيش كلام بيني وبينك قبل ما أعرف الحقيقة.
وبالنسبه بقى ان انا قلت لك ارجع وما الاقيش في البيت وجيت لقيتك، انا بقى اللي همشي. هروح ليحيى النيابه وهرجع اخد هدومي وامشي. حاتم، عملت ايه في القضيه اللي معاك؟ انا كان معايا قضيه ارض الرحاب يا ريس، والنهارده اتحكم فيها لصالحنا وخدنا تعويض 200 مليون جنيه. برافو عليك. اصرفي له مكافاه 2000 جنيه. حاضر يا استاذ. وفي قضيه جديده معروضه علينا في مكتب اليوناني. بنك جي اس اي اشترى اسهم 3 بنوك تانيين، وعايزين بس حضرتك تشرف على عقود نقل الملكيه. نقبل؟ خليهم يقبلوا. القضيه دي هتعمل لنا بروباجندا حلوه، بس بلغيهم ان انا مش هقدر اسافر. ماشي. الميعاد اللي جاي بخصوص قضيه عيله الملكي في مكتب وسط البلد. انا لغيت التوكيل، خرجت بره القضيه. تمام، اعتبره حصل يا معالي الباشا. صادر وارد المكالمات بتاع حازم لسه جاي لنا من شركه الاتصالات، عايزك تبص عليه. شكلك ما يطمنش، في حاجه ولا ايه؟ بص عليه بنفسك في المكتب يا معالي الباشا. خير يا سيدي. ايه ده؟ استحاله. ازاي ده؟ انا طلعت اذن نيابه للقبض عليه واستدعاء كل الاسامي اللي في الملف في العرض. مستني تعليمات معالي. طيب يا فريد، روح من غير هيصه. تعليماتك عن اذنك. صدام، هات محمود وتعالوا عندنا مأمورية. في حاجه غلط. في حاجه غلط.